لو عرفنا تدابير ربنا لينا هنسكت وهنسيبه هو يدبر لنا كل حاجة زي ما هو عايز، مش زي ما احنا عايزين. معظم خبرتي في التسويق، في الدعاية والإعلان، وفي الايفنت مانجمنت، في تنظيم الحفلات. سافرت دبي، اشتغلت في بنك، كانش في فرصة تاني. عايز بقى اغير وارجع لشغلي في الدعاية والاعلان او حتى في الحفلات في مجال التسويق. ما عرفتش خالص، دخلت انترفيوهات كتير قوي وخرجت وانا مرفوض من كتر اللي حصل، من كتر الانترفيوهات اللي دخلتها على مدار 3 سنين ونص. ابتديت اشك في نفسي somehow وابتديت تصعب عليا نفسي. بس لما حصل ان بعد كده ابتديت الفوتوغرافي بتاعتي، فهمت ليه ربنا سبحانه وتعالى ما كانش رايد لي اي توفيق في اي انترفيو في ال3 سنين ونص دول، عشان ما كنتش اروح في طريق تاني. فلما بنعرف ربنا مخطط لنا ايه فعلا بنرضى بالواقع، وكمان بيأهلنا لطلباتنا. ودي نقطة مهمة جدا جدا. لما اشتغلت في الفوتوغرافي وعملت شركتي، الاوبريشن والفاينانشال بتاعي كان اورجنايزد وكان قوي جدا جدا بسبب البنك. فهمت برضه ربنا بيأهلني للطلب اللي انا طلبته.